ازيكم حبايب قلبي. عايزة اقول لكم الحاجات القمر اللي احنا عاملينها ديت حاجات حلوة قوي وشكلها جميل جدا وطعمها احلى، بس عملناها بحاجات كنا هنرميها وعملنا لها اعادة تدوير فطلعت لنا القمر دوت. صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومتنسوش تعملوا لايك وكومنت كده حلوة زيكم. اول حاجة البسكوت بتاع العيد او البيتي فور او الكحك او اي حاجة من النواعم ديت متكسرة عندك والعيال مش عايزين ياكلوها، حرام ان انت ترميها. فهقول لك هتعملي لها ايه. هتجيبي كده كل الكمية اللي عندك بس مش كلها، يعني حسب الكمية اللي موجودة عندك. هتجيبيها كده وتحطيها في الخلاط أو الكبة أو المفرمة بتاعتك وتطحنيه طحن ناعم زي ما انتوا شايفين كده. البسكوت طبعا احنا عاملينه بكمية من السمنة وحاجة حلوة. أنا هنا مش هاخد غير هما 4 معالق من السمنة، ويكون نوع حلو أو زبدة يكون نوع حلو عشان تدينا نتيجة حلوة. طبعا احنا عاملين بسكوت والكحك بسمنة ونوعها جيد، بس احنا عايزين نخلي تطلع لنا وتبرز لنا ريحة البسكوت بتاعنا اللي احنا شايفينه ده. ولو ما عندناش بسكوت العيد ممكن نجيب بسكوت سادة بتاع الشاي ونزود عليه الزبدة أو السمنة ونطحنه زي ما انتوا شايفين كده. أهم شيء إن احنا نضغطه بإيدينا يعمل زي حبيبات الرملة تتمسك، وأول ما نفرفطها كده تتفرفط معانا. هاجيب القوالب بتاعة التشيز كيك ديّة وهابتدي أحط فيها معلقتين، وهاجيب قالب تاني وأضغط عليه بالضهر بحيث إن هي تتساوى معانا، لإن هنيجي نعملها بالمعلقة هتعذبنا شوية عشان هي مثلث. ما عنديش المثلثات دي، أمال لك نعمل إيه، اعملي في أي قوالب الجيلي بتاعتك أو ال الكبات بتاعة الجيلي أو الكوبايات بتاعتك تكون نوع حلو كده، وحطي فيها يعني ما تعذبيش نفسِك، بس هي مجرد إن إحنا عايزين نعملها زي بتاعة برّه بالضبط. خلصت الكمية هاجيب معلقة كده كبيرة هرمية من الجيلاتين، وهابتدي أحط حوالي 4 معالق من المية الدافية وهادوبهم زي ما انتوا شايفين وهركنها على جنب. هنبتدي نعمل بقى خليط التشيز بتاعنا. هاجيب هنا هوت دي كوباية إلا ربع أو كوباية من الكريم شانتيه، وعليهم هحط كوباية من اللبن أو المية وهضربهم كويس جدا. أنا ما حطيتش هنا أي نوع سكر، وهقول لك ليه ما حطيتش سكر. أنا مش عايزة الكريم شانتيه يتقل معايا، أنا عايزاه إن هو يبقى متماسك، لإن إحنا مش عايزينه يوصل لمرحلة التماسك الجامد. ده حليب مكثف مُحلّى، دي نُص كوباية من الحليب المكثف المُحلّى، ودي علبة من القشطة اللي هي بتتباع عند السوبر ماركت، وهنا 6 حبّات من أو المثلثات من الجبنة المثلثات أو الجبنة المربعات. هاحط بقى الحليب المكثف المُحلّى ده بيتي أنا عاملاه، ممكن إن أنتِ تعمليه سهل جدًا. إن أنتِ بتحطي نُص كوباية من اللبن البودرة وكوباية من السكر ومعلقة من الزبدة، وبتضربيهم مع بعض وتحطي مَيّة دافية. هنا حطيت حوالي كيس من الفانيليا عشان ما تتوهوش معايا، وعزّزت الطعم. طبعًا ضربنا الجبنة الكريمي والقشطة وضربناهم مع الكريم شانتيه وحطينا الحليب المكثف المُحلّى عشان ما تتوهوش معايا. هنا جِبت بقى الجيلاتين كان تماسك معايا، فابتديت إن أنا حطيته على حمامية، ولو عندِك ميكروويف هتحطيه كام ثانية كده لحد لمّا يسيح معانا. لازم إن إحنا نحطه ونضربه كويس جدًا عشان يختلط مع الخليط بتاعي ده. الخليط قوامه تقيل بس أنا حبيت إن أنا أعزّزه واخلّيه قوامه يبقى أتقل، فحطيت معلقة الجيلاتين. لو أنتِ مش عايزة تحطي جيلاتين فاستكفي إن أنتِ القوام بتاع الكريمة يبقى تقيل معاكِ وبس. هنا هابتدي أحطه في كيس عشان يسهل عليَّ إن أنا أحطه في العلب، وابتديت إن أنا أحط كده يعني أملى 3/4 العلبة كريمة التشيز ديّة عشان خاطر الربع المتبقي هنحط بقى الحشوات اللي إحنا عايزينها وأي يعني أي flavor إحنا بنحبه فحطيه، ما تتقيديش باللي أنا باعمله. هاخلّص الكمية بتاعتي وامسح العلب بتاعتي عشان تبقى شكلها حلو وتبقى العلبة نضيفة، وبعد كده هادخّله التلاجة لحد ما يمسك شوية، يعني حوالي نُص ساعة أو ساعة. تمام، هو هنا تماسك معايا البيزك بتاعه التشيز كيك إن أنتِ بتعمليه بمربى الفراولة أو بصوص الفراولة، ده الأساس بتاع التشيز كيك. طبعًا عندنا صوص عندنا صوص الشوكولاتة أو الشوكولاتة القابلة للدهن، بتخففيها بشوية من الزيت وزيت يكون نوعية حلوة، وتبتدي إن أنتِ تصُبّيه على الكبّات بتاعتِك. هنا دوّة عندي برضك زبدة اللوتس، وعندي شوكولاتة اللي هي الفاتحة أو البيضا القابلة للدهن. طبعًا بازوّدها معلقتين 3 كده من الزيت، وأبتدي إن أنا
التزيين ده زي ما تحبي. أنا حبيت أحط نُص ونُص، نُص بصوص البيستاشيو، ونُص بالشوكولاتة البيضا، نُص مثلًا باللوتس والشوكولاتة البيضا، ممكن تعملي بأي طعم عندِك، يعني مش لازم تعملي كل الأطعمة دي. أنا حبيت بس بادّيكِ الفكرة وأنتِ بقى اعملي اللي تناسبِك. هنا ده صوص التوت البري أو اللي هو الكريز اللي أنا كنت عاملاه معاكم، فأنتِ ممكن تعمليه وتحطيه في الفريزر وقت ما تعوزي تطلعيه وتحطي فيه أي حشوات عندِك للتورت للتشيز كيك زي ما تحبي. اعملي وبدعي لعيالِك الطعم اللي أنتِ تحبيه ويناسبِك اعمليه. هنا صوص البيستاشيو حبيت إن أنا أعمل آآ يكون سادة خالص، وأبتدي إن أنا أحط في النُص كده شوية من المكسرات، أو إن أنا أعمل دواير كده بالشوكولاتة الفاتحة أو البيضا. وهنا عملت بالشوكولاتة الفاتحة وكمان زبدة اللوتس، الشوكولاتة سوري القابلة للدهن اللي هي بالبندق واللوتس. أي طعم أنتِ بتحبيه حطيه، حطيت أوريو، حطيت بسكوت بديل اللوتس، بتبقى حلوة أوي، أوي. طلّعت كذا طعم وكذا حاجة. لو أنتِ اشتريتِ المثلث ده من برّه تشتريه بمبلغ وقدره، عملتِ الكمية ديّة من البسكوت اللي كنا هنرميه، حاجة حلوة أوي وطعمة جدًا، جدًا. لو أنتِ اشتريتيه من برّه هيكلفِك كتير. يالّا بقى لو وصلتِ لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، أتمنى منِّك تعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم تشجيعي، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبتتابعوني من أنهي بلد.